بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير والله، وحشتوني من آخر فيديو لحد دلوقتي. بجد كان غصب عني، مش عارفة انزل لكم اي فيديوهات، والله كانت ظروفي صعبة خالص، وزي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي هو البث. انا بنتي كانت تعبانه خالص، واللهم لك الحمد والشكر يا رب. بقت كويسه شويه الحمد لله، واللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل. ويا رب ما يسيبكمش في اولادكم يا رب، والحمد لله من احب الله ابتلاه، والحمد والشكر ليك يا رب. تعالوا النهارده ان شاء الله جاي لكم بوصفه جديده وبطريقه جديده، ان شاء الله يا رب تكون يعني تحبوها وتعجبكم وبجد تجربوها. تعالوا بينا ان شاء الله هنعمل النهارده لسان العصفور بوصفه جديده وبطريقه جديده وببهاراتنا طبعا. كأنك بتاكلي رز كبسة، او بتاكلي رز بسمتي او رز بخلطة. بجد مش هتبطلي تجربيه وتعمليه في البيت لولادك وجوزك او في عزوماتك. تعالي بينا يلا هنشوف نتعرف ايه المكونات بتاعتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا دلوقتي بصلتين متقطعين شرايح، معانا فلفلتين كبار متقطعين شرايح، ومعانا جزرة كبيرة مبشورة. ومعانا البهارات، معانا السبع بهارات، معانا بهارات الكبسة طبعا هي اللي هتدي طعم للوصفة بتاعتنا. معانا مكعب مرقة، معانا كمون، معانا فلفل اسود، معانا ورق لورا، حبهان، وبقيه التوابل اللي انتوا شايفينها قدامكم. تعالوا بينا النهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي نعملها. وقبل اي شيء يا حبيبه قلبي انت وهي، تعالوا بينا يلا دق يعني اضغطي على علامة الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد في الفيديوهات بتاعتي وفي قناتي، وعشان تشرفوني في قناتي عشان تكبر بيكم، وهي انتوا يعني ربنا ثم انتوا ان شاء الله في القناة. تعالوا بينا يلا نتعرف على وصفتنا النهاردة. وبالله عليكم ادعوا لي، وما تنسوش ان انتوا تشجعوني وتدعموني في القناة عشان خاطر القناة تكبر يا جماعة، ومش هتكبر الا بيكم ان شاء الله. تعالوا بينا يلا نشوف احنا هنعمل ايه. بسم الله. يلا يا حبيبي نعمل مع بعض. يلا لسان العصفور هنحط معلقة سمنة ومعلقتين زيت عشان خاطر الاتنين يبقوا مع بعض. انا مبحبش اشتغل بس بالسمنة او بالزيت بس، الاتنين بيدوا طعم حلو للاكل. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين حطينا معلقة السمنة، تمام. هنحط بقى معلقتين الزيت، ونستنى بقى لما الزيت يقدح. هو الزيت مش كتير يا جماعة، احنا لما نحط دلوقتي لسان العصفور الزيت والسمنة مش كتير. لما نحط لسان العصفور مع بعض ونحمره كويس هتحسوا ان هو خلاص ما بقاش فيه وجود للزيت. تعالوا بينا يلا نحط لسان العصفور. طبعا انا مش هحط الكيسين بحالهم عشان انا ورينات مش كتير احنا اتنين بس، فبعمل على قدنا عشان مفيش حاجه تترمي، مفيش حاجه ايه تبقى خساره يعني. حطينا كده ايه كيس ونص بتاع لسان العصفور، تمام. تعالوا بقى نقلب مع بعض كويس. طبعا احنا غيرنا المعلقه السيليكون عشان خاطر ايه ديت اسرع، التانية مش عشان على ما هو يتحمر عايز يكون حاجه ايه جامده عليه، جامده واحنا بنقلبه عشان خاطر يتمزج كله في السمنه. وزي ما انتم شايفين كده هو بدأ يتحمر من تحت. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي
هو بدأ اهوت ياخد اللون. تعالوا بينا يلا احنا هنحمر مع بعض لسان العصفور، ولما يوصل للون اللي احنا عايزينه هاجي معاكم عشان خاطر نحط الخضار. يلا بينا احنا انا هحمره دلوقتي على ما يوصل للون اللي احنا عايزينه وهرجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين كده هو ده اللون بتاعنا اهو، ما تخلوهوش يبقى اغمق من كده عشان ما يبقاش لونه مش حلو معاكي لما يخلص، يعني لما تخلصيه وتحطي معاكي الخضار. يلا بينا نحط الخضار بتاعنا. زي ما احنا عارفين الخضار بتاعنا بصل، فلفل، الجزر. يلا نحط بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا الخضار بتاعنا اهو يا حبايبي. تعالوا يلا بينا ايه نقلبه كويس. طبعا في الحبه دول انت بتكوني مهديه النار عليه عشان خاطر ما ياخدش منك لون اكتر من كده، وما يتلسعش منك ولا يتحرق منك. زي ما انت شايفه احنا قلبنا الخضار بتاعنا اهو. تمام، هنقلبه شويه ونفضل نقلب فيه شويه لحد ما الخضار كله يتمزج في بعض في لسان العصفور. تمام، وبعد كده هنحط البهارات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين الخضار بتاعنا اهو. تمام، قلبي فيه لمدة 10 دقايق كده ولا 5 دقايق عشان خاطر ايه الخضار وياخد من طعم لسان العصفور ولسان العصفور ياخد من طعم الخضار. تعالوا بينا يلا نحط البهارات بتاعتنا. زي ما احنا قلنا البهار بتاعنا فلفل اسود، كمون، مكعب مرقة، ملح، جوز الطيب، ورق لورا، وحبهان طبعا، والبهارات بتاعة الكبسة زي ما احنا قلنا. ودي بهارات الكبسة يا جماعة. تمام، من باب الشام، جميلة قوي، حلوة قوي، بستعملش غيرها بصراحة، بتدي طعم حلو قوي للرز البسمتي او للسان العصفور. الوصفة اللي انا طبعا احنا مش هنحط كتير، احنا هنحط حاجة بسيطة، يعني معلقة شاي صغيرة هتحطيها. تمام، تعالوا بقى نقلب ايه كل الكلام ده. تعالوا هنقلبه ونرجع لكم تاني. احنا دلوقتي يا حبايبي قلبنا لسان العصفور مع البهارات. تمام، زي ما انتم شايفين. سيبيه شويه بقى على النار، وهدي النار عليه طبعا مع الخضار والبهارات عشان ياخدوا من طعم بعض. وطبعا في الوقت ده كل شويه هتقلبيه، يعني لمده 5 دقايق كده ولا حاجه. افضلي قلبي فيه شويه. تمام، عشان خاطر كل البهارات تبقى متوزعه في كل حته في الحله على لسان العصفور. تمام، زي ما انتوا شفتوا كده 5 دقايق بالظبط، وهرجع لكم تاني وهنحط الميه بتاعتنا وهنسيبه مع نفسه بقى لحد ما يستوي. طبعا انت لما هتحطي الميه ما تحطهاش كلها مره واحده، انت تحطي الميه تغطي لسان العصفور، ولما يتشرب منك لو احتاج منك تاني ممكن تحطي له شويه. وصحيح ممكن انت لو عندك شوربه تزودي بيها، هيبقى احلى واحسن كمان ويديكي طعم احلى من الميه. يعني لما تبقي عاملاه بميه غير لما تبقي عاملاه بشوربه، فبيبقى مديكي طعم احلى وطعم احسن. فزي ما احنا زي ما انتم شايفين كده معانا. تمام، تعالوا نقلبه يلا.
يلا يا حبايبي نضيف مع بعض الميه، نحط الميه بتاعت لسان العصفور. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نقلب ونشوف هو هيحتاج ميه تاني ولا لا. شايفين اللون بتاعه؟ هو هيحتاج معانا شويه ميه كمان وتمام كده. كده تمام. لو احتاج منك تاني ميه طبعا انت هتحطي، بس لما تلاقيه تدوقيه بعد ما يستوي والميه تشربه. طبعا هتدوقيه، لو هو محتاج ميه لسه عايز يستوي كمان حطي له حبه بسيطه وغطي عليه وهدي النار خالص. احنا هنغطيه كده خلاص كده، هنغطيه ونعلي النار شويه. تمام، هنسيبه بقى لما يتشرب خلاص وهنرجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي الرز اللسان العصفور بتاعنا زي ما انا قلت لكم. ولا تقولي لي بقى رز بسمتي، ولا تقولي لي رز بخلطه ولا اي حاجه. شايفين الحلاوه دي؟ شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله. شوف لونه والخضار فيه ولا طعمه يا جماعه، والله العظيم طعمه يهبل. شايفين اهو؟ شوفوا حلاوه الرز وشوفوا مفلفل ازاي، الرزايه مفلفله ازاي وحلو ازاي. الله عليه. يا ريت تجربوه يا جماعه، مش هتندموا والله. وكل اللي هياكل منه وهيجربه بجد مش هيبطل يعمله. بيتهيالي هتعمليه على طول، سواء انت في اي وقت بتعمليه جنب كفته، بتعمليه جنب فراخ، بتعمليه جنب اي حاجه، ممكن تعمليه لوحده. شايفين الرزايه حلوه ازاي؟ شايفين لونه؟ شايفين حلاوته؟ يا رب اكون النهارده افدتكم النهارده وعملت حاجه نالت اعجابكم. ويا ريت تشجعوني على الوصفه ديت، ويا ريت تجربوها زي ما احنا شفنا النهارده. كان معانا الوصفة بتاعتنا رز لسان عصفور بالبهارات بتاعت الكبسة بتاعتنا وبالخضار. يا رب تجربوه وتقولوا لي هيبقى عامل ازاي في التعليقات يا حبايبي. وما تنسونيش بالدعاء، وطبعا ما تنسوش تذكروا ربنا وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. واذكروا ربنا في كل وقت زي ما احنا قلنا في كل فيديو هنرجع نقول الا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا ما فيش احسن من ذكر ربنا يا جماعة وانت بتعملي حاجة في البيت، اكل شرب غسيل تنظيف اي حاجة زي ما احنا شفنا كده. تعالوا معانا يلا. ده كانت وصفتنا النهاردة. يا رب يا رب اكون النهارده ما كنتش في ضيفه تقيله عليكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم باذن الله، وتشجعوني دايما. وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو عشان يوصلكم كل الجديد في الفيديوهات بتاعتي. ويا رب تشجعوني وتدعموني دايما عشان القناه مش هتكبر الا بيكم، وانتوا هتبقوا السبب، ربنا ثم انتوا ان شاء الله، في ان القناه تكبر. وزي ما احنا شايفين معانا كان معانا النهارده الرز بتاع الرز. انا بقول رز بصراحه، بس هو ما يتقالش عليه رز، هو يقول لا، يتقال عليه حاجه تهبل، حاجه جميله، حاجه روعه. ما تنسوش يا جماعه تضغطوا زر الجرس عشان خاطر يوصلك كل الجديد في الفيديوهات بتاعتي. ما تنسوش تشتركوا وعشان القناه زي ما احنا قلنا تكبر. ويا ريت تدعموني، واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو اللي جاي. ان شاء الله هيبقى معانا الفيديو اللي جاي طريقه عمل الكفته بتاعه الحاتي بس في البيت، على طريقه البيت، الطريقه التقليديه بتاعتنا في البيت. انتظروني ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله، واشوفكم على خير. ويا رب تكونوا كلكم كويسين وتكونوا في خير ومفيش حد يكون في